ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا فرجت ثوبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. وبعد، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث الشريف يوضح لنا أهمية القلب، أن قلب المسلم لا بد وأن يكون طاهرا من الرياء والنفاق والمظاهر والغي والحسد والكبر والكراهية والعداوة والبغضاء، لأن القلب هو محل نظر الله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لذلك كثير من القلوب تتقلب من الهدى إلى الضلال ومن الإخلاص إلى الرياء ومن الكفر ومن الإسلام إلى الكفر. القلوب تتقلب. قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين